Preview. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا النهاردة بقصة جديدة. قصتنا مختلفة عن أي قصص قدمناها. قصتنا كوميدية شوية، لكن كملوا معانا القصة لآخرها عشان نعرف العبرة منها إيه. وبالرغم من إنها كوميدية لكن برضو فيها حاجة هنتعلمها. وقصتنا بعنوان الحرامي الذكي. يلا بينا نسمع الراوي المصري هيقول إيه. حرامي خبيث لبس ملابس شيخ وقور وحط على وشه مسحوق أبيض وراح داخل محل دهب. لما شاف صاحب المحل الشيخ وشه بشع نور حس بالهيبة والوقار. قال له السايغ: اتفضل يا شيخنا، بارك الله فيك. رد الحرامي وقال له: أنا عملك الصالح يا ولدي. ضحك السايغ وقال له: أنت بتقول إيه يا شيخ؟ صحيح أنت وشك بشع نور، لكن بصراحة أنت كبرتها قوي. وفي الوقت ده دخل عريس وعروسة علشان يختاروا شبكتهم، وفضلوا ينقوا ويقلبوا في الدهب. فطلب لهم السايغ حاجة يشربوها وقال لهم: اتفضلوا عضوا، هوزن الدهب واكتب الفاتورة. واتفاجئ السايغ إن الشاب بيقعد على نفس الكرسي اللي عليه الشيخ، وقعد على الشيخ. فقال له السايغ: حاسب يا ابني، انت قعدت على عمك الشيخ. رد الشاب وقال له: فين الشيخ ده يا عم، انت مجنون ولا ايه؟ فسكت السايغ ووزن الدهب وخد الفلوس وهو مستغرب ان الشاب ما شافش الشيخ. رد الشيخ على السايغ وقال له: يا ابني انت بس اللي هتشوفني وهتسمعني، اما باقي الناس محدش هيشوفني ولا يسمعني، وانا قلت لك من الاول ان انا عملك الصالح. يا ابني انا مش عايز منك حاجة، ولولا انك مستقيم ومؤمن ما كنتش هتشوفني. انت علقت كده ليه؟ ما تخافش، خد القماشة دي وامسح بيها وشك علشان يزيد رزقك وتحل البركة عليك. وفعلا السايغ خد القماشة بكل احترام ووقار وشمها ومسح بيها وشه، فأغمى عليه في نفس الوقت. فراح الحرامي اللي اتنكر في لبس الشيخ سرق المحل كله وراح هرب. وفي يوم من الأيام وبعد سنين جت عربية شرطة وقفت قدام المحل، ومعاهم الحرامي اللي كان متنكر في لبس الشيخ ورابطينه بالكلبشات، ودخلوا على السايغ. فطار السايغ من الفرح وفضل يشكر في الضابط ويقول الحمد لله حق هيرجع. وطلب الضابط من الحرامي يمثل الجريمة وإيه اللي حصل وقتها. قال الحرامي: يا فندم، دخلت على السايغ وقعدت على الكرسي ده وقلت له أنا عملك الصالح. وفضل يشرح القصة للضابط كلها. ولما وصل عند قطعة القماش قال الضابط: وعملت إيه بعدها؟ مثل جريمتك بالظبط. وقف الحرامي قدام السايغ وراح اداله قطعة القماش مرة تانية، وبحسن نية مسح بيها السايغ وشه فأغمى عليه زي المرة اللي فاتت. راح الحرامي واصحابه المتنكرين في ملابس الشرطة سرقوا المحل مرة تانية وهربوا. خد بالك، مهما كان الحرامي ذكي لازم برضه هيقع. وفي النهاية بالرغم من إنها قصة كوميدية وخيالية، لكن نتعلم منها إن لازم ناخد بالنا من كل حاجة بتحصل حوالينا، وما نأمنش لحد بسهولة، وما نتخدعش بالمظاهر. وبكده تكون خلصت قصتنا. يا رب تكون عجبتكم. أهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.